هو الصراع العربي الإسرائيلي ده بدأ إزاي؟ وإزاي وصلنا للنقطة دي؟ خليك معايا وأنا هشرح لك أهم محطات الأزمة لحد سنة 67. أنا مصطفى الغريب وده سؤال. بعد ما رجل الاستعمار الأوروبي دخلت المنطقة العربية في القرن ال19، الحركة الصهيونية استغلت الموضوع في خططها وروجت لأن اليهود هيرجعوا للأرض المقدسة. الموضوع بدأ سنة 1881 لما الطبيب اليهودي الروسي ليو بنسكر طالب بوجوب تهجير اليهود من المجتمعات اللي عايشين فيها لإقليم يكون ملكهم علشان يكونوا أمة يهودية. وجه بعده تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية واللي رشح أرض فلسطين للموضوع ده باعتبارها على حسب ما زعموا الموطن الأصلي لليهود. بعد كده جت اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 واللي كانت اتفاق سري بين فرنسا وبريطانيا بمصادقة من الإمبراطورية الروسية، واللي بتقوم على ان البلدين يقسموا منطقه الهلال الخصيب بينهم. ولو ما تعرفش الهلال الخصيب فده مصطلح جغرافي مقصود بيه حوض نهر دجله والفرات والجزء الساحلي من بلاد الشام. في سنه 1917 وزير الخارجيه البريطاني ارثر جيمس بيلفور بعت رساله للورد روتشيلد اللي هو من زعماء الحركه الصهيونيه اتعهدت فيها الحكومه البريطانيه باقامه دوله لليهود في فلسطين، وتعرف بعد كده باسم وعد بيلفور اللي اطلق عليه وعد من لا يملك لمن لا يستحق. الحركه الصهيونيه في مؤتمر فرساي سنه 1919 قدمت خطه لتنفيذ مشروع استيطان فلسطين ودعت لاقامه وصايه بريطانيه لتنفيذ وعد بيلفور. وفي 25 ابريل سنه 1920 وافق المجلس الاعلى للقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على السماح لبريطانيا بالانتداب على فلسطين علشان يبدا تنفيذ وعد بيلفور. وفي 24 يوليو سنه 1922 وافقت عصبه الامم على مشروع الانتداب اللي دخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر سنه 1923. وبعد كده بدا اليهود يروحوا فلسطين ويشتروا الاراضي بمساعده البريطانيين لحد ما عددهم زاد جدا، وده تزامن مع اتساع مساحه الاراضي اللي اتاخدت من الفلاحين العرب واتطردوا منها. وفي 14 مايو سنه 1948 اعلن رسميا قيام دوله اسرائيل بدون ما تعلن حدودها بالظبط، ونتج عن الاعلان ده حرب 48 اللي ادت لتقسيم القدس لجزئين، الجزء الغربي الخاضع لاسرائيل والجزء الشرقي الخاضع للاردن. وفي شهر نوفمبر من نفس السنه اتعملت منطقه عازله بين الجزئين ونتج عنها رسم خريطه لحدود غير رسميه بين الطرفين، لكن الحدود دي اتخذت في عين الاعتبار لما تم توقيع اتفاقيه الهدنه سنه 49 بين اسرائيل ولبنان ومصر والاردن وسوريا، واللي اتفقت فيها الدول دي على وقف اطلاق النار. في 3 ديسمبر سنه 48 رئيس وزراء اسرائيل بن غوريون اعلن القدس الغربيه عاصمه لدوله الاحتلال. وفي سنه 1950 اعلن الاردن رسميا خضوع القدس الشرقيه لسيادته. في 29 مايو سنه 64 اتعملت اول جلسه للمجلس الوطني الفلسطيني بالقدس الشرقيه، وخلال الاجتماع تم تاسيس منظمه التحرير الفلسطينيه. سنه 67 حصلت النكسه وبعدها احتلت اسرائيل القدس الشرقيه واعتبرتها جزء لا يتجزأ منها، لكن المجتمع الدولي باغلبيته ما اعترفش بالضم ده لكنه كان واقع. يمكن دي كانت ابرز المحطات اللي مرت بيها الازمه من بدايه الفكره لسنه 67. سلام.